السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. في اوقات بتعدي علينا بنحس بخنقة، بنحس بتقل، دموع جوانا محبوسة عايزة تطلع لأي سبب، ونقعد نقول لنفسنا انا مش فاهمة ايه اللي حصل، انا مش فاهمة ايه اللي مضايقني. ولو حد سألنا مالك في ايه بنرد نقول مش عارفة. الحقيقة ان احنا بنكون عارفين، انتي بتكوني عارفة، لكن الحقيقة بتكون مستخبية تحت تراكمات كتير من التفاصيل الصغيرة في حياتك. والفيديو ده هيكون زي العدسة اللي بتكبر وبتوضح وبتقرب السبب اللي انتي ممكن تكوني بتدوري عليه ومش لاقيه بقالك فترة طويلة. عايزة أقولك إنك مش لوحدك، أنا كمان مريت بالإحساس ده. ممكن أضحك وأخرج وأشتغل، أقوم بدوري والحياة تبقى ماشية، بس جوايا كان بيبقى فيه إحساس غريب زي ضباب كده، مفيش تركيز، مفيش طاقة، دماغي تقيلة، وللأسف مش قادرة إن أنا أحدد السبب. لحد ما في مرة قررت إن أنا أكتب لنفسي، مسكت النوتة والقلم ولقيتني بكتب جملة واحدة: أنا حاسة بضغط رهيب، مطلوب مني مليون حاجة وأنا مش قادرة إن أنا أعملها. وساعتها بدأت أفهم إن الحالة اللي أنا فيها دي ممكن تكون مش بسبب حاجة كبيرة حصلت، هي ممكن تكون بسبب حاجات صغيرة جدا حصلت على مدار أيام كتير، وللأسف سابت تراكمات. ودلوقتي بعد ما شاركتك الحاجة اللي أنا حاسة بيها، واللي أنا متأكدة 100% إن في ناس كتير ممكن يكونوا حاسين بنفس الموضوع زيي، الفيديو ده معمول مخصوص علشان كل واحدة حاسة إن في حاجة مأثرة عليها بس للأسف مش قادرة توصلها. في الفيديو ده رحلة بسيطة خطوة بخطوة هنمشيها مع بعض علشان نقدر نعرف ايه الحاجة اللي مؤثرة علينا. هنبدأ أول حاجة بأسئلة هتساعدك انك تكتشفي ايه اللي تعبك أو ايه اللي ضغطك من غير ما تكوني واخدة بالك. وبعدها هنتعرف على أول خطوات التعافي، ان انتي تتعاملي ازاي مع مشاعرك بدل ما تتكسفي منها أو تخبيها. بعد كده هنعرف مع بعض ازاي نخلق مساحة أمان لنفسنا، سواء مساحة الأمان دي مع نفسنا أو مع حد احنا بنثق فيه ويقدر ان هو يسمعنا بجد، وايه أهمية أساسا ان احنا يكون عندنا مساحة للأمان. وفي الآخر ان شاء الله هنشتغل سوا على احتياجاتنا النفسية، وهنقدر نطبق أمثلة واقعية من حياتنا كبنات كسيدات، ونعرف ازاي ومنين نبدأ بالظبط. الفيديو ده مش كلام تنظيري، الفيديو ده فيه دليل عملي تقدري ترجعي له كل مرة تحسي انك تايهة ومش عارفة ايه اللي بيحصل جواكي. الجزء الأول اللي هنتكلم عليه هو جزء الأسئلة. هقولك على 5 أسئلة محتاجة انك تجاوبي عليها، وكل سؤال ممكن يكون فيه مفتاح يفهمك ايه اللي بيحصل جواكي بالظبط. السؤال الأول: ايه أول إحساس بيجيلك أول ما بتصحي من النوم؟ قلق، حماس، حزن، خمول، خوف، ولا حاجة؟ السؤال ده مهم جدا ان احنا نجاوب عليه، لان احساسنا اول ما بنصحى من النوم بيعكس الحالة الذهنية الداخلية لينا، والحالة دي بتكون مستمرة معانا، فعشان كده لازم نكون شايفينها وعارفينها كويس. يعني لو كل يوم بتصحي وانتي قلقانة، ممكن يكون عندك يا إما ضغط مكبوت، يا إما مثلا مسؤوليات تقيلة، أو يمكن حتى يكون عندك توقعات من نفسك أكبر من الظرف اللي انتي فيه. مثال تاني: ممكن تكوني صاحية من النوم حاسة إن قلبك مقبوض ومش قادرة أصلا إنك تفتحي الموبايل. ده ممكن يكون مثلا بسبب تراكم المهام، أو القلق من مواجهة مثلا كنت المفروض إنك هتواجهها في الشغل أو في العلاقات الناس اللي حواليكي، أو في مشكلة مثلا أنت دايما بتأجليها واليوم ده هو اليوم اللي أنت هتواجهها فيه فبتحسي بقبضة كده. السؤال رقم 2: امتى آخر مرة عيطتي فيها وقلتي ده لمين؟ الدموع بتاعتنا اللي بتظهر دي مش دايما بتكون عبارة عن ضعف، أحيانا بتكون هي زي تفريغ لمشاعر مكبوتة عندنا مش قادرة إن هي تطلع غير في صورة دموع. ولو مفيش حد قلتيله إن أنت عيطتي في اليوم الفلاني، فممكن يكون عندك إحساس بالوحدة، أو ممكن كمان يكون عندك مشكلة في إن أنت مش حاسة بالأمان لما تشاركي حد بحاجة زي كده. يعني انت مثلا ماشيه في الشارع وحد سألك سؤال، بس السؤال بتاعه كان بطريقه حاده جدا، للاسف انت جاوبتي على السؤال وهو راح في حال سبيله، لكن للاسف انت بدأتي تعيطي. هتقولي لنفسك ان الموقف اللي حصل ده ما يستاهلش ان انا اعيط علشانه، لكن هو كان مجرد زي بدايه، او ان هو حفز عندك ان انت تعيطي علشان تعبري عن حاجه اساسا انت حاساها من قبل كده. ممكن يكون عندك احتياج للتقدير، احتياج للحب. السؤال رقم 3: في حد انت بتتعاملي معاه بيحسسك بان انت مش مرتاحة؟ ساعات بنتعامل مع حد قريب مننا والمعاملة دي ما بتبقاش مريحة، زي الناس اللي بتمارس الابتزاز العاطفي او بتاخد الحاجة منك كده بسيف الحياة. يعني مثال كده: لما حد يطلب منك طلب وعارف ان انت ذوق وما بتحبيش ان انت تكسفي حد، او بمعنى اصح ما بتعرفيش تقولي لا، هما بيستغلوا الموضوع ده ان انت ما تقدريش تقولي لهم لا، وبيطلبوا منك كل حاجة هما عاوزينها بمنتهى البجاحة. ساعتها بتضطري ان انت توافقي، لكن ده بيسيب عندك مشاعر متراكمه من الحزن والضيق، وان انت مش قادره انك تكوني قويه كفايه علشان تقولي لهم لا وترفضي طلبهم، وده كله بيحسسك بالضغط وتأنيب الضمير والشعور كمان بالتقصير. مثلا لو كنت موجوده في تجمع والتجمع ده عائلي، مضطره ان انت تكوني مبتسمه طول القعده، خايفه احسن يحكموا عليكي ويقولوا انك مكتئبه ولا نكديه، ولا ان انت مش عايزه تقعدي معاهم، او ان انت معوجه بشكل ما. وبعد ما الاجتماع ده بيخلص بتحسي ان طاقتك خلاص خلصت ومش قادره انك تتحركي من مكانك. ده معناه ان الموقف ده كان بيسحب طاقتك ومش بيديكي اي حاجة. السؤال رقم 4: هل جسمك بيديكي اشارات واضحة؟
إشارات زي الصداع، الخمول، تكسيرة الجسم، التقل، نبضات القلب السريعة، والحاجات دي مش بيكون ليها سبب عضوي، يعني حاجة بتحصل لك من غير ما يكون ليها أي سبب. ده لأن الجسم أذكى مننا وبيبان عليه العلامات بشكل واضح. يعني لو احنا قدرنا ان احنا نكبت مشاعرنا فبتظهر بعد كده على جسمنا على هيئة كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. السؤال رقم 5، بتحسي انك بتتضايقي او بتتعصبي من حاجات بسيطة جدا ما تستاهلش رد الفعل ده. احيانا بيكون الانفجار المفاجئ ده دليل على مشاعر متخزنة ومكبوتة محدش قدر ان هو يطلعها ولا قدر ان هو يتعامل معاها، فبتظهر بشكل عنيف جدا حتى لو الموقف ده مش مستاهل. يعني مثلا لو انت خارجه وحد نسى النور والع هتتعصبي جدا وهتتضايقي، والعصبيه والمضايقه هتبقى في غير محلها هنا، لان ببساطه انت ممكن تروحي تطفي النور. لكن النظره العميقه، انت مش متضايقه ان حد نسى النور، انت متضايقه ان في شعور بالاهمال او ان انت متحمله كل حاجه لوحدك. ال5 أسئلة دول لو انت جاوبتي على 3 منهم او اكتر اجابات مسترسله، فضلتي تشرحي فيهم، فضلتي تتكلمي فيهم كتير، ده معناه ان انت عندك ضغط مكبوت محتاجه انك تتعاملي معاه، او عندك شعور ان المسؤوليه تقيله عليكي ومحتاجه حد يساعدك فيها، او عندك حاجات مهمه جدا انت مأجله المواجهه بتاعتها. ممكن كمان يكون عندك احساس مستمر بالوحده وعدم التقدير. اما لو جاوبتي على الاسئله دي باجابات زي مش عارفه، انا مش فاهمه، يمكن، اهو كده وخلاص، ده مش معناه ان مفيش حاجه غلط او ان انتي تمام وكويسه، ده معناه ان هو مؤشر خطر جدا، لانك بداتي انك تنفصلي عن نفسك، انتي ما بقيتيش عارفه نفسك وما بقيتيش عارفه تجاوبي على الاسئله اللي متعلقه بنفسك، وده لوحده محتاج منك وقفه علشان تقدري انك تتعافي وتقدري ان انتي تتحسني وتفهمي نفسك ترجعي لها من اول وجديد. وأول حاجة لازم تبدأي بيها إنك تبدأي في خطوات التعافي. أول خطوة عملية وحقيقية للتعافي اسمها سمي المشاعر بأساميها من غير تجميل. يعني بلاش نقول أنا تمام ما كل الناس بتتعب، عادي أنا مضغوطة شوية، أنا مش زعلانة بس مخنوقة كده مش عارفة ليه. بس التعافي الحقيقي بيجي لما احنا نسمي المشاعر فعلا بأساميها من غير ما نخففها، من غير ما نصغرها. في تمرين بسيط ممكن إن هو يرجعك لنفسك ويخليكي تفهمي نفسك في موضوع المشاعر ده. كل يوم هتاخدي نوتة وتكتبي فيها أنا حاسة ب، لأن يعني مثلا هتكتبي أنا حاسة بالحزن لأني تعبت من كتر ما بحاول أكون قوية، أنا حاسة بالوحدة لأني مش لاقية حد إن أعرف أتكلم معاه من غير ما يحكم عليا، أنا حاسة بالغضب لأني بدي كتير جدا في العلاقات لكن مش بلاقي حد بيديني حاجة في المقابل. التمرين ده بياخد دقيقة واحدة فعليا لكن تأثيره بيكون قوي جدا. إحنا بنعرف نفسنا عن طريق الكتابة يا جماعة، والكتابة هتبين لنا حاجات إحنا بنكون مش بنفكر فيها أساسا، لكن هي بتطلع عن طريق الكتابة. يوم ورا يوم التمرين ده هيبين لك كتير عن نفسك. مش صح أبدا إنك تكوني مكسوفة من نفسك لما يكون عندك إحساس بالحزن أو بالضيق أو بالغضب أو بالتوتر أو بالزهق والملل. مش عيب أبدا إن انتي تحسي بالأحاسيس دي. حاولي إن انتي تعترفي بمشاعرك زي ما هي، علشان دي بتقربك خطوة إنك تكوني نفس الإنسانة اللي انت عليها، مش الإنسانة اللي المجتمع والبيئة اللي حواليكي بتحاول إن هي تخليكي الإنسانة دي اللي هي سببت لك المشاكل في المقام الأول. خليكي حريصة إن انت تكوني إنسانة عندها مشاعر مش آلة. والخطوة التانية للتعافي اسمها مساحة الأمان الخاصة بيكي. بعد ما تعترفي بمشاعرك لنفسك بيجي السؤال المهم: فين المكان أو مين الشخص اللي أقدر أعترف قدامه بالمشاعر دي من غير ما يحكم عليا أو إن هو يديني رد فعل يضايقني؟ فين المساحة اللي أقدر أكون فيها فعلا أنا من غير ما أصطنع إن أنا أكون شخص تاني، ومن غير ما حد يقولي أنت إزاي كده أو إن أنت مش المفروض تكوني كده؟ هل فعلا في مساحة ممكن أكون فيها بكل ضعفي وكل اللخبطة اللي جوايا؟ هي دي الخطوة التانية، إن انتي تخلقي مساحة الأمان دي لنفسك. إزاي؟ أول حاجة تقدري تخلقي مساحة الأمان دي مع نفسك عن طريق الكتابة أو التدوين. كل يوم ادي لنفسك 5 دقايق في ركن يكون ركن التدوين، حتى لو كان كرسي وفيه نوتة وقلم. اكتبي كل اللي انتي حاسة بيه من غير خوف ومن غير ما حد يراقبك. اكتبي أنا النهاردة حاسة بإيه، اليوم النهاردة كان صعب ليه، أنا النهاردة ممتنة لإيه، أنا النهاردة محتاجة إيه. رقم 2، ممكن تكون مساحة الأمان دي مع شخص انتي بتثقي فيه. الشخص ده ممكن يكون شخص واحد بس، واحدة صاحبتك، مامتك، أختك، بنتك. دوري على الشخص اللي انتي ممكن تقولي له بكل راحة أنا مش كويسة وحابة إن أنا أعبر عن نفسي، أنا مش محتاجة أي نصايح من حد دلوقتي، أنا بس محتاجة حد يسمعني. الشخص ده لازم يكون مستمع جيد، يكون مش بيحكم عليكي، مش يكون بيزايد عليكي وكل شوية يقولك طب ما كل الناس كده، طب ما في اللي أسوأ منك، طب ما تحمدي ربنا. دوري على الشخص ده حتى لو كان ليكي شخص واحد بس في حياتك. مساحة الأمان التالتة ممكن تكون في جروب دعم مثلا، أو إن انتي تفضفضي مع حد متخصص، أو بودكاست ممكن إن انتي تقدري تشاركي فيه برأيك. ممكن يكون الموضوع ده أونلاين حتى، بتقدري إنك تشاركي فيه مشاعرك وبتشاركي فيه الحاجة اللي انتي حاسة بيها. مساحة الأمان بتكون مهمة جدا لتفريغ مشاعرنا، بترحمنا من تأثير التراكمات للمشاعر وبترحمنا من التخزين والكبت. الخطوة الثالثة من خطوات التعافي اسمها اشتغلي على احتياجاتك واحدة واحدة.
لازم كلنا نكون عارفين ان كلنا عندنا احتياجات نفسية وعاطفية مختلفة جدا. احتياجنا للأمان، احتياجنا للتقبل، احتياجنا للراحة، احتياجنا للنجاح. تقدري تشتغلي على كل احتياج انت محتاجاه في حياتك كأنه مشروع صغير. يعني مثلا لو كنت عندك احتياج للأمان ممكن تعملي لنفسك روتين بسيط وهادي. كل يوم ثبتي مواعيد نومك ومواعيد صحيانك. اعملي لنفسك أكلة بتحبيها في يوم معين. ممكن تتمشي كل أسبوع في يوم معين في مكان انت بتحبيه. الحاجات الثابتة على مدار الأسبوع دي بتدي إحساس للإنسان إن هو الدنيا تحت رجليه ويقدر إن هو يسيطر عليها، فبيحس بالأمان. مثلا لو أنت كنت محتاجة تقدير فأنت هتاخدي نوتة وقلم وتكتبي كل يوم 3 حاجات أنت عملتيهم النهاردة. مثلا رحتي الشغل أو الجامعة، عملتي أكلة للناس اللي قريبين منك بيحبوها، ذاكرتي الولاد، اشتريتي طلبات. وقولي لنفسك دايما برافو انك قدرتي تعملي الحاجات دي، وما تستنيش ابدا من الناس ان هم يسقفولك او يتقبلوا الحاجه اللي انت عملتيها. مثلا لو كنت محتاجه للراحه، وكلنا محتاجين للراحه، تخصصي لنفسك ساعه كل اسبوع تريحي فيها من كل حاجه. الساعه دي تكون من غير موبايل، من غير تلفزيون، من غير مشتتات، من غير ناس حواليكي. حتى لو كنت الساعه دي هتقرري فيها بوعي انك هتنامي. وتعلمي دايما انك تقولي لا للطلب اللي مش مناسب ليكي من غير ما يكون عندك تأنيب ضمير. لازم تكوني عارفه ان في رحله التعافي التكرار اهم من الكمال. يعني لازم تكوني مستمرة حتى لو انت هتعملي حاجة بشكل مش كامل. دايما خففي الحمل على نفسك، ومش لازم تعملي كل حاجة في مرة واحدة. ابدأي بحاجة واحدة بس، اجعلي لنفسك مشروع واحد بس تشتغلي عليه وتنجحي فيه، وبعدين لما تستمري عليه تبدأي انك تدخلي مشروع تاني. كل اسبوع اعملي لنفسك خطة انك تبدأي في الاسبوع ده تدخلي عادة جديدة. مثلا اول اسبوع خليه اسبوع للامتنان، تاني اسبوع خليه اسبوع للنوم المنتظم، تالت اسبوع خليه اسبوع للكتابة. وسجلي التقدم بتاعك وشوفي نفسك انت في اول التحدي او في اول التجربة او في اول الرحلة بتاعت التغيير كنتي ازاي ودلوقتي بقيتي ازاي. وخليكي عارفة كويس جدا ان رحلة التعافي دي هدية انت بتهديها لنفسك، هي مش عقوبة. فخففي على نفسك ولطفي على نفسك الموضوع علشان يكون لذيذ ومؤثر وفعال. واوعي تكوني بتتعافي علشان نظرة الناس ليكي، علشان يرجعوا يرضوا عنك ويقولوا لك انت بقيتي كويسة. وافتكري ان انت مش بتتعافي علشان تحصلي على نظرة الرضا من الناس اللي حواليكي. انت بتتعافي علشان النسخة اللي جواكي، النسخة الرحيمة، النسخة اللطيفة، النسخة المرتاحة الهادية دايما، اللي هي تستاهل فعلا انك تشتغلي عليها. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة ده عجبكم وفادكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.